رحلة السفير المغربي ابن عثمان في القرن الثامن عشر لتسريح أسرى جزائريين في السجون الإسبانية. في نهاية القرن الثامن عشر أوفد السلطان محمد بن عبد الله السفير المغربي ابن عثمان المكناسي في سفارة لدى العاهل الإسباني كارلوس الثالث لإطلاق سراح الأسرى الجزائريين الذين كانوا في سجون مدينتي شقوبية وقرطاجنة الإسبانيتين. وتجدر الإشارة في المقام الأول أن العلاقات المغربية الخارجية في عهد السلطان محمد بن عبد الله كانت من أروع ما عرفه تاريخ المغرب من علاقات، فقد بادر إلى تقديم المساعدات المالية والحربية لكثير من الدول. ويكفي أن نذكر هنا أنه كان أول من اعترف باستقلال أمريكا بعد حربها الأهلية سنة 1773، كما كانت الدول الأوروبية تتودد إليه، وكان له معها علاقات ومعاهدات متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والدنمارك وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا. يقول السفير ابن عثمان المكناسي حول مأموريته لدى العاهل الإسباني كارلوس الثالث في القرن الثامن عشر في مخطوطه الإكسير ففكاك الأسير، يقول بالحرف الواحد: ولما رأيت حالة الأسارى وما هم فيه من الضيق والمحنة وانقطاع رجائهم من صاحب الجزائر، ولم ينتظروا إلا ما يأتيهم من فرج الله على يد سيدنا أمير المؤمنين أيده الله، كاتبت الوزير وقلت له: إن الملك قد فعل معنا من البرور والإكرام ما علمت، وإنني قدمت إلى شقوبية وقرطاجنة ففرقت الصدقة على الأسارى، فاسترحموا جميعا بجانب سيدنا نصره الله بمرأى ومسمع الجميع. ويقول: والأسارى المذكورون كلهم من أهل الجزائر وأيالاتها، ومع ذلك لم يغفل عنهم سيدنا أيده الله، فقد أخرج منهم زهاء 2000 في دفعات. وأمرنا أدام الله تأييده أن نرافقهم حتى نوصلهم إلى حضرة فاس، ونعين لهم البهائم الكافية لركوبهم إلى تلمسان، ومن هناك يتفرقون في البلدان، فتوجهت بهم إلى أن أوصلتهم فاس، وأقمنا معهم حتى يسرنا لهم جميع شؤونهم، وودعناهم فرحين بما أزداه تعالى إليهم شاكرين نعمه عليهم، ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا لوجهه الكريم خالصا.